باحس إننا إحنا بقينا مشتتين لدرجة إننا إحنا مش عارفين إحنا بجد عايزين إيه. يعني أنا باقعد مع نفسي اللي هو أنا قاعد بافكر أنا خلاص أنا فاضل لي مثلًا شوية وهاتخرج وكده، اللي هو طب لحد إمتى؟ لحد إمتى مثلًا أبقى عارف أنا عايز أعمل إيه في حياتي؟ لحد إمتى أختار المجال اللي أنا المفروض أتخصص فيه عشان أشتغل؟ يعني أنا يعتبر في آخر سنة ليا في الجامعة، أنا في جامعة بيزنس، كلية بيزنس، فأنا مش عارف بجد، أنا مش عارف أنا عايز أتخرج إيه؟ هل أتخصص في المحاسبة؟ طب أتخصص في المالية؟ طب أتخصص في إيه؟ في أتخصص في إيه؟ مش عارف. تخش مثلا مجال تدفع فيه كورسات وتشوف المجال أصلا فيه، بس أنت ماشي هو كويس بس مش حاسه هو ده. أنا مش عايز تبقى حياتي كده، متعرفش أنت أصلا أنت عايز إيه. الواحد بيقعد يدور 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 فعلا ايه المجال اللي انا فعلا عايزه، ايه اللي انا بجد عايز اختار ايه. بس الواحد مشتت جامد جدا، يعني الواحد مش عارف يعمل ايه بجد. يعني حتى في حياته يومه بتحس انه اليوم بتاعه بيجري بسرعه جدا، الواحد مش بيقضيها على اي حاجه. يعني مثلا بحس اني نمت صحيت صليت ومش عارف ايه ذاكرت شويه كده خلاص اليوم خلص. اللي هو ايه ده؟ انا مش عارف بجد انا عايز ايه. انا بقعد اجرب حاجات كتير جدا عشان اكتشف انا عايز ايه، بس انا مش عارف عايز ايه بجد. يعني لو انا اتخرج وبعدين بقى اشتغل، المفروض وقت الشغل اشتغل ايه؟ مش عارف بجد. تقعد تحسبها، انا مش عارف ايه انا عايز ايه. لا انا عايز مثلا اكمل مذاكره في المحاسبه مثلا عشان ابقى محاسب كبير جدا. لا مش حاسسها. طب اخش في الماليه، لا مش مظبوط. طب اخش مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه، وتقعد تتنطط من مجال لمجال لحد انت تايه بجد. يعني مش عارف بجد الواحد لما بيجي يتخرج هيشتغل ايه بجد، مش عارف اكتب ايه في السي في. لما باجي اكتب اصلا حاجات في السي في انا مش عارف انا عايز اكتب ايه في السي في. الترنشيب لما بيجي ينزلوها او تتفتح اجي اقعد اقدم على كذا حاجه مختلفه. ممكن اقدم شويه على المحاسبه وشويه على الفاينانس شويه مش عارف ايه شويه عن ايه، بس انا مش عارف بجد انا عايز ايه. انا مش عارف انا عايز فعلا ايه. وبحس ان اكتر حاجه بتاخد وقتنا بجد اللي مضيعانا جدا 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 جدا، الله يخرب بيت ابوهم، هو التليفونات. اقسم بالله التليفونات ديت بلوه سودا بلوه سودا عارفين. والواحد الوقت بيجري كده كده هو قاعد على التليفون. بس انت مشكله لازم تبقى قاعد على التليفون عارف الترندات الجديده، عارف المستقبل بتاعك بعد كده هيبقى رايح فين، عارف الشغل ماشي ازاي، عارف السيستم ماشي ازاي. بس عارفين انت بتخش في دايره بتقعد تقارن نفسك بحاجات كتير. يعني مثلا انا ساعات بقارن نفسي باللي هو بقول الشخص دهوت اشمعنى هو نجح وانا في نفس السن دوت. انا مش عارف انا بعمل ايه. الراجل ده نجح فتح بيزنس مش عارف راح فين وعمل ايه وقدم على كذا وقدم عمل عندي. انا ليه ما عملتش كده؟ رغم اني عندي في حاجات كتير جدا عايز اعملها بس مش عارف اعملها بجد. اشمعنى هو الراجل ده خدها؟ هي مش في قصة حسد، على قصة اللي هو انا عارف اني عندي مشكله، بس ايه جذور المشكله دي ذات نفسها انا مش عارف هي ايه. يعني انا بقعد كتير مع نفسي بس عشان اعرف جذور المشكله دي مش عارف بجد. لو انا قصه مشتت وببص للناس بس بمعنى اني بحاول اتعلم منهم، بس بشوف ناس قدي ليه هو ده معاه حاجه وانا مش معايا. مش في قصه حسد على قد ان انا عايز استفاد، انا عايز يبقى عندي حاجه زي كده، عايز يبقى مرد ليا. ما تعرفش ايه السبب، الاقي السبب بتاع الضياع بتاعه. انا عارف اني هلاقي ده هو، بس امتى؟ انا خايف اني الاقيه متاخر. انا عايز الاقيه وانا في عز شبابي، استفاد بطاقتي الحمد لله، بصحتي الحمد لله، برزقي الحمد لله. يعني عندي الواحد كل حاجه، بس انا عايز الاقي الهدف ده هو. يعني بيبقى عندي تحس اني مضطرب. بس انا كشخص مضطرب في الاهداف، انا مش عارف ايه هدفي. كل شويه ممكن اخش مسار ما يعجبنيش. طب ليه ما اجربش في مجال الفتنس بقى وابقى مش عارف ايه؟ مش مش حاسه. عايز اعمل كذا حاجه في نفس الوقت بس انا مش عايز اعمل كذا حاجه في نفس الوقت، شيء من كل شيء بس ما بتعلمش. ما بحبش اتعلم شيء عن كل شيء. يعني لو انا بحب اتعلم مثلا اتعلم شويه عن الماليه، مش عارف شويه عن المحاسبه، شويه عن البيزنس، شويه عن الاي اي، شويه مش عارف عن ايه عن ايه عن ايه عن ايه. بحب اتعلمهم كلهم بس ابقى بروفيشنال في حاجه معينه. انا مش عارف في المرحله دي. انا عارف دلوقتي انا لسه شاب ولسه اللي قدام العمر طويل بقى، والكلام بتاع التنميه الذاتيه الفيك اللي يقعد يقول لك ايه ده انت عندك 20 سنه ده انت لسه شاب صغير. انا مش شاب صغير، انا راجل، انا عليا مسؤوليات. انا كشخص مثلا عندي التزامات، عايز اتجوز، عايز اشوف حياتي. انا مش عايز صغير. ليه على طول المجتمع او الناس اللي بتاع التنميه الذاتيه او كل حد يقعد يقول لك انت عندك 20 سنه خلاص انت لسه استمتع بشباب؟ انا يا باشا انا مستمتع بشبابي كده لما يبقى معايا فلوس، لما يبقى مثلا قدامي اني عايز اتجوز مثلا، عايز ابني بيت، عايز اعمل حاجات كتير، افتح بيزنس، افتح حاجه. بس انا كشاب
انا بتعامل، انا المفروض اتعامل معامله الراجل مش كعيل صغير لسه بيرضع. هو لا انت لسه هتقعد تدور وكده، لا انا عايز ابدا على طول، انا عارف عايز ابقى علي مسؤوليات، عايز ابقى راجل، مبقاش شاب كده من بتوع العيال اليومين دول اللي هو يقعد يقول لك اصله وفصله مش عارف ايه. انا ستريت راجل على طول. انا عايز اتجوز، عايز ابني بيت، عايز اسافر، عايز اخرج، عايز افتح بيزنس، عايز اشتغل، عايز كل حاجه. تفكير الراجل مش الشاب، هو ده التفكير اللي بيفرق. هو اللي مبوظنا دلوقتي كله التفكير المتخلف ده، ده مش مراهق. فعشان كده انا مشتت بسبب الحاجه دي، اني مستحيل مليون في المية ان شاء الله باذن الله الواحد هيلاقي هدفه. بس مع الوقت الواحد قاعد بيدور، وان شاء الله ربنا يوفقه ويلاقي الهدف اللي هو قاعد بيسعى عليه. ولو حد لقى فرصة للهدف بتاعه او جرب حاجات كتير جدا، ممكن يقول ازاي لقى فعلا الحاجة اللي تقدر تفيدك. يعني انا بصراحة بدور على حاجة اشتغل منها بحيث انها تجيلي فلوس في نفس الوقت متأثرش على حياتي. بمعنى انا عايز اسافر، بحب اقرا كتب، عايز افتح بيزنس، بمعنى ان حاجة تبقى حاجة مستدامة بس في نفس الوقت يبقى معايا فلوس. يعني بشوف ناس بتشتغل شغلانات بس لمجرد انهم مثلا يبقوا متفرغين للقراءة، او دي تهدف القراءة، او هما ناس مثلا بتحب تكتب او حاجة، فده بيخدم على ده. انا ليه ما يبقاش كله في حاجة واحدة؟ شايف كده هو حاجة حلوة، ان ليه مش كل حاجة بخش فيها اقدر اكسب منها، فاهم؟ وانا كشخص متعدد الشغف، بجرب حاجات كتير جدا، بقرا عن الاي اي، بقرا عن البيزنس، بقرا عن المحاسبة، بحب اتعلم لغات، عايز اتعلم انجليزي، فرنساوي، صيني، الماني، اسباني. حرفيا عايز يبقى معايا لغات، عايز ابقى كده ماشي زي اي اي ماشي، معايا لغات كتير موسوعة زي الناس بتقول. انا بحس ان الكلام لما باجي اتكلمه بيفرز اصلا هرمون الدوبامين دلوقتي، فبيأثر عليا. لو هو لما اجي افكر اني انفذ الحاجه بيأثر عليا جدا. لو خلاص انت فرست بقى الدوبامين وكده، بس مش عارف بجد. يعني بدور وبسعى بس مش لاقي اي حاجه. يعني لو حد لقى اي حاجه قدامه يا ريت يرشحنا او عمل ايه او عشان ينجح في الحاجه اللي هو عايزها، وازاي اصلا قدر يظبط اموره. الناس تقعد تقول ظبط الاولويات والكلام ده، انا بحاول اظبط بس مش عارف بجد.